السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جديدة، قناة وصفات اقتصادية مع تسنيم. نورتوني شرفتوني، مرحبا بكم متتبعات جدد، نورتوني شرفتوني مرة ثانية. ونقولكم ان شاء الله يا ربي نكون عند حسن ظنكم. اول وصفة والله اول حاجة اللي نبداو بها هي صلاة السلام على حبيبنا وشفيعنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ونبداو بالوصفة نتاعنا، اول وصفة في القناة راح تجيكم بزاف هشيشة بنينة، وش نقول لكم بنتها خرافية. وش نديرو؟ عندنا نص إطرة تاع حليب، نحو منها 7 مغارف حليب يكون دافي يا البنات. نديرو 7 مغارف تاع سكر و7 مغارف تاع زيت. نروحو من جهة واحدة أخرى نديرو نص إطرة تاع حليب، نديرو فيها 2 مغارف تاع نشا و2 مغارف تاع فلان اللي عندكم، اي ذوق عندكم. بحكم انه راح ندير انايا تحليه بالكراميل ولا بالبنان، اكيد تبعها الكراميل ولا فاني، هذو كامل يتبعوا البنان، يعني يجو نفس الذوق يعني يمدوا ذوق مليح. هنا درت نص إطرة تاع الحليب، درت 2 مغارف فلان تاع لافاني و2 مغارف تاع نشا، ونخلطهم بارد في بارد حتى يثقل لي الخليط ونحطه على جهة. من جهة واحدة أخرى هي من الأحسن تبدأوا بالوصفة هذه، هي الأولى أطيبوها ومن بعد ديروا المرحلة الثانية هي تاع الحليب. هنا من جهة واحدة أخرى رايحة ندير 7 مغارف كما قلت لكم سكر، 7 مغارف حليب و7 مغارف زيت. الحليب يكون دافي يا البنات. هنايا راح نخدموا الكيكة كما قلت لكم في المول هي الأولى، ومن بعد نديروا المرحلة الثانية تاع الحليب كما قلت لكم. هنا درت 7 مغارف زيت، 7 مغارف حليب، 7 مغارف سكر، ونبدا نخلط في الخليطة نتاعي مليح مليح. هنا هذه التحلية ما فيهاش خلاص البيض، ريحة البيض ما كانش، يعني كما قلت لكم راح نجيب لكم وصفات اقتصادية وش عندك في الدار، وديري تحلية ولا ديري وصفة اللي بزاف بزاف رايحة تعجبك وتفرحي بها وتفرحي وليداتك بها. هنا نخلط مليح مليح المكونات، راكم على بالكم الحليب كيعود دافي مع الزيت والسكر، لازم نقعدوا نخلطوا حتى السكر تاعنا يذوب مليح مليح. هنا نروحوا للفرينة والخميرة، هذا وش فيها زيت حليب سكر وخميرة. والفرينة بطبيعة الحال، الفرينة درت 7 مغارف فرينة و2 باكيات تاع خميرة كيميائية، راح تساعدنا الخميرة نتاعنا في الكيكة تاعنا تجي هشيشة وتطلع لنا شوية وتعطينا فوليوم اللي رانا حابينه، بس التحلية هذه تجي فيها 3 طبقات. هنايا درت الفرينة 7 مغارف ودرت 2 باكيات تاع خميرة كيميائية على حسب الفرينة. الفرينة إذا عاد يعني جاكم الخليط ثقيل، حاولوا تنحوا من الحليب هذاك اللي درناه مع لو فلان والسكر، نحيت منه انايا 2 مغارف هكذا للبنه. نزيد نعزز ذوق لافاني تاع الفلان، نعزز ذوقه تاعو في الكيكه وتمد لي بنه. وش نقول لكم، هنا راني ما درتش لافاني، درت غير 2 مغارف حليب اللي مخلط بالافاني وبالفلان عفوا والسكر. فوالا هنايا باش نخلي الخليط نتاعي يكون مليح مليح. نحكم المول نتاعي ندهنو حبيباتي بالزيت، درت شويه نتاع زيت ماشي بزاف، ومسحت كامل البلان نتاعي بالزيت كما راكم تشوفوا. اللي عندها الماغارين دير بالماغارين عادي نورمال. ونفرغ الخليط نتاعي كما راكم تشوفوا هكذا يكون مليح. يعني المبتدئات حاولوا ديروا 8 شكل 8 اذا تشكلت لكم وما راحتش بالخف راه القوام بزاف هايل. هنا فرغت كيما قلت لكم الخليطه تاعي مليح مليح، نحاول نخبط المول تاعي يعني بيا باش يخرجوا لي هذوك الفقاعات ويكون السطح تاعي كامل متساوي، يعني الكيكه نتاعي كي طيب متساويه، ما تكونش جهه طالعه وجهه هابطه. نروحوا للطبقه الثالثه، واش درت فيها؟ درت فيها كاس ماء ودرت فيها مغرفه تاع الفلون تاع لافاني ومغرفه نتاع نشا. هذا مكان اللي يحب السكر يزيد السكر، بما انه يعني الكيكه فيها السكر والطبقه الثانيه فيها السكر، فالطبقه الثالثه ما درتش فيها السكر خلاص. يعني ذا الفلون اكيد يكون فيه نسبه مليحه من السكر. هنا درت الكيكه بعد ما طابت لي كلش، شربتها مليح مليح بالحليب يا البنات. ومن بعد درت الطبقه الثانيه اللي درت فيها الحليب والفلان والنشا، كانت طبقة ثقيلة.
ومن بعد فرشت البنان نتاعي كامل، ومن بعد درت الطبقة الثالثة اللي فيها الماء وفيها الفلان والسكر والنشا كما قلت لكم. وشوفوا التحليه تاعي هنايا دوماج ما خليتهاش جمدت، خلوها على راحتها يا البنات، خلوها حتى تجمد لكم وتقدروا يعني تقطعوها وتوزعوها للعائله نتاعكم الكريمه. هنايا راني حاولت نقطعها مي ما كانش جامده يعني بالقوام اللي كنت نحوس عليه انايا. هذه تحليه يا البنات تحبوا ديروها في ليفيغين، يعني كل ابار وحده. في ليفيغين هذوك الصغار راح تجي بزاف بريزونطابل سهراتكم الرمضانيه. ولا هنا راح نذوق معاكم واحد البنه واحد البنه شهيتكم في الجنه. نتمنى تجربوها، وصفه سهله اقتصاديه ما فيها والو، وان شاء الله راح نبراكم بوصفات مسيليه. واش راكم حابين؟ خلولي في الكومنتات. سلام.